السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. النهاردة فيديو جديد وروتين جديد. الروتين النهاردة روتين خفيف قوي، هو روتين مسائي انا عملته في المساء كده، يعني في المساء يعني بالليل قصدي، يعني تمام. الفيديو ان شاء الله خفيف بس هيشجعك برضو، حاجات خفيفة قوي يمكن ناس كتير قوي ما بتعملهاش، لكن لو عملتيها هتفرق معاكي جدا. تمام. يلا بقى كده نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إني أتبرأ إليك من حولي وقوتي، والتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم أعني ولا تعن علي، اللهم انصرني ولا تنصر علي، اللهم امكر لي ولا تمكر علي. اللهم كل من أراد لي خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد لي سوءا فرد كيده في نحري، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الوقت ده كنت الصبح، ما كانش في المساء خالص، يعني كان في الصباح. كنت لسه صاحيه من النوم، وبعد كنت ما لبست عشان انزل الشغل، كان لسه صاحبتي يعني قدامها شويه، فقلت ايه، هسجل اكمل معاكم تسجيل الفيديو عشان لما ارجع باذن الله اعمله مونتاج وانزله. كان ايه بقى الوقت ده، كان لما انا كنت بقى واقفه كده وبكلمكم، كنت بقول لكم اعملوا اشتراك في القناه وحطوا لايك عشان الفيديوهات توصل لاكبر عدد من الناس. كنت كمان بقول لكم يعني ان احنا دلوقتي هنعمل حاجه هتحافظ على ريحه البيت، ما يبقاش الزباله عندك ما يبقاش لها اي ريحه. تمام. شاركوا بقى معايا الفيديو كده وشوفوا بالليل احنا عملنا ايه. انا بقول لكم ده كان روتين مسائي. اول حاجه جبت شويه حاجات من حاجات العيد دي، وقعدت انا وولادي اكلنا ايه طبعا، وانتخنا كده بقى يعني بالليل قدام الشاشه. وبعد كده ايه، وكنت عامله فشار برضو، وحاجه ساقعه، ودي شوكولاته وبيتي فور وفول وترمس وبرتقان وحاجه ساقعه وكده يعني. قعدنا بقى ايه كلنا. وبعد ما اخدنا بقى ايه جولتنا كده، طبعا ايه كان المكان عايز يتنضف، نضفت اللي هي الصاله او الانتريه. انا نضفته بس ما جبتوش معاكم. تمام. هنا بقى سلات الزباله بتاعتي اللي هي موجوده. طبعا انا كل فتره بعمل فيهم الكلام ده، بس انا عمري ما شاركت معاكم ان انا ايه اقول لكم على الحاجات دي، لكن قلت اطلع وافدكم. لعل وعسى يعني ممكن حد ياخد ايه يعني فكره صغيره بس هتفرق معايا. تمام. سلات الزباله دي لو انت ما حافظتيش عليها وغسلتها باستمرار وكانت عندك نظيفه، هتعمل لك حتى لو بترمي الزباله على طول. يعني اعزكم الله، مش عايزين يعني نقول الكلمه عشان في ناس ممكن بتقرف ولا حاجه. لو انت ما رميتهاش على طول باستمرار، او ما حطيتيش اكياس في السله بتاعتك، هتخلي عندك المكان ريحته وحشه حتى لو بترميها باستمرار. طيب انا علشان اضمن ان ما بقاش في ريحه وحشه في المكان، تمام، هنعمل ايه؟ اول حاجه لازم نحافظ على النظافه بتاعتها باستمرار، يعني لازم نغسلها دايما بالميه والصابون والكلور. زي ما انتم شايفين كده انا غسلتها بصابون مواعين عادي وسبونشه عاديه، بس حطيت معاها كلور. الكلور مطهر وبيعقم كمان الحاجه. تمام. طبعا هتقولي احنا هنعقمها ليه؟ ده هي اصلا هيتحط فيها زباله، ما هو عشان الجراثيم والحاجات هي اصلا مكان للحاجات دي، فاحنا لازم ان احنا بقدر الامكان ان احنا ايه يعني نسيطر عليها شويه. جبتهم هم كده وغسلتهم، طبعا بيتبهدلوا عندي، وهم اصلا الاستعمال يعني دي احطها في المطبخ، والتانية الصغيره في اوضه الاطفال، واحده في اوضه النوم. تمام. لو عندك برضو بتاعه الحمام اغسليها، لو عندك في الركنه في اي مكان. حلوه جميله اللي معاه ورقه يعني بتنظف المكان. كل ما يبقى مثلا حد معاه كيس ولا ورقه ولا اكل اي حاجه، يروح يرمي فيها بدل ما يرميها بقى في الارض، او بدل ما يدخل المطبخ يرميها وكده. المهم احنا دلوقتي انا هغسلهم طبعا تحت الميه زي ما انتم شايفين كده، وهسيبهم بقى ينشفوا لتاني يوم. يعني انا زي ما اقول لكم ده كان بالليل. تاني يوم الصبح بقى هعمل فيهم ايه، هقول لكم عليه اول لما يجي. كنت امبارح بعمل ترند طبعا الناس كلها عملت ترند الكركديه، تمام، اللي هو الماسك يعني. انا بقى الوحيده اللي انا مش هعمله بكركديه، هعمله بحاجه تانية هقول لكم عليها ان شاء الله في الفيديو اللي هينزل باذن الله، بس تابعوا الفيديوهات. المهم دلوقتي يا جماعة صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واستغفروا الله. فيديو خفيف ولطيف كده، ويعني مفهوش شغل كتير، لكن برضو في أفكار حلوة. في أفكار إن احنا ازاي نحافظ على ريحة المكان، خصوصا احنا داخلين على الصيف. ازاي نحمي بيتنا ما يبقاش فيه حشرات، ما يبقاش فيه ناموس دبان، بقى صراصير، لان الحاجات ديت كل الحشرات اللي هي الصغيره دي بتيجي من بواقي الاكل. تمام. يعني لما يقع منك شويه اكل كده البواقي، وانت تسيبيهم وتهملي فيهم، دول بقى اللي بيجيبوا لك الحشرات والحاجات دي. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا الصيف الحاجات ديت بتظهر فيه قوي، اللي هي بقى الحشرات والحاجات دي، فاحنا عشان نحافظ على المكان ونحافظ على ريحه المكان يبقى حلو قوي. طبعا ماشي بنحط معطر، بننظف، بنعمل كل حاجه، بس الحاجات ديت لازم تحافظ عليها.
تمام. يعني لازم لو عندك بقى اللي هي بقى سلة الزبالة عندك حتى لو عندك اكتر من حاجة، المفروض ان كل واحدة بتمسكيها وتغسليها زي ما انت شايفة كده، وتخليها كده، لو حتى تعرضها للشمس شوية تحطيها مثلا ايه الشمس تطهرها. طبعا دلوقتي الشمس مولعة ما شاء الله، فالشمس اصلا مطهر لكل حاجة. تمام. انا غسلتهم كده، سبتهم على جنب كده يتصفوا، هسيبهم بقى لتاني يوم الصبح، اليوم اللي انا هعمل معاكم احطهم فيها يعني. تمام. طبعا بس معايا الفيديو هقول لكم على حاجه جميله جدا بتحافظ تخلي مفيش ريحه في المكان خالص. هنا بقى كان شويه المواعين دول غسلاهم قبل ال يعني ايه بعد ما اتغدينا كده يعني بشويه. دول كان شويه مواعين انا غسلتهم، هرجعهم في مكانهم علشان عندي شويه المواعين اللي هم بقى هم مش مواعين قوي، يعني الحاجات اللي احنا كنا اكلنا فيهم بقى الترمس والفول والحاجات دي، هغسلهم طبعا. وعندي برضو الصينيه بتاعت القرص دي، مكان القرص كانت لسه في الفرن ما اتغسلتش، فاغسلها كده معاكم واروق المطبخ علشان ايه يبقى كده عندي. انا مش عندي كده دلوقتي شغل في البيت خالص، اوضه النوم اتعملت وكويسه ما شاء الله، مشاركه معاكم الفيديوهات، واوضه الاطفال برضو معموله، المطبخ ما شاء الله حلو ونظيف. عندي برضو الركنه والصاله، هي الصاله كانت اتبهدلت شويه كده مكان ما كنا قاعدين، لكن انا غسلتها زي ما بقى غسلتها ايه قصدي يعني روقتها زي ما بقول لكم كده يعني من شويه، بس ما شاركتش معاكم الخطوات. وعندي ما شاء الله ما شاء الله كل الدنيا ايه حلوه ونظيفه. وحتى البلكونات ما شاء الله اللي هي ورا دي انا كنساها مش ممسوحه ولا حاجه عشان مش هكذب عليكم يعني، واللي قدام ناحيه الشارع دي ممسوحه وحلو. بس عندي بقى ايه جبل هدوم هتشوفوه معايا في اخر الفيديو. وعندي بقى كان ايه كان الحاجات دي عايزه اغسلها. كنت كمان عايزه اشارك معاكم والله في الفيديو ده ان انا عايزه انضف المكنسه الكهربائيه. بس بصراحة يا جماعة أنا إيه مش عايزة أنا اللي أفضيها. ليه بقى؟ هتطلع تراب اللي هي الصغير الكيس اللي فيها ده هيطلع تراب ناعم، ده هيدخل على صدري، هيتعبني أنا يعني. فأنا قلت هستنى كده لما جوزي يرجع يبقى هو اللي يعملها، يعني إيه ينفض الكيس اللي فيها وننضفها كويس، ونجيب القطعة. وحتى ممكن ما شاركهاش معاكم علشان ممكن أنا اللي ما اعملهاش بقى بصراحة. وكنت عايزه اغسل معاكم، بنغسل الخرطوم بتاعها من جوه ده عشان لو في شويه اتربه لو في اي حاجه. بس قلت لا مش هنغسله ولا اي حاجه، احنا هنكتفي علشان بس ما ننزلش ميه يعني تراب في البانيو ولا حاجه. هنفضه بقى يعني ايه ممكن ناخدها فوق ونعملها فوق بقى علشان ايه التراب الناعم الخفيف ده ما يجيش في صدري يعني ويتعبني. تمام. طبعا برضو يعني بدل واحد تعبان لازم يحافظ على نفسه بقدر الامكان، ما يبقاش عارف الحاجة الغلط ويروح يعملها وبعد كده يتعب ويقول ايه عشان انا ايه ما يعني ايه المفروض ما كنتش اعمل كده. لا، بدل احنا عارفين من الاول يبقى بلاش. وانا عارفه ان الحاجه دي هتتعبني لو انا عملتها، فمش هعملها يعني بصراحه. وهي المكنسه بصراحه حلوه، بتشد بقى التراب اللي بيبقى في الارض وكل الحاجات دي. لكن برضو انا لو جيت اروح انضف انا بنفسي كده انضفها هي هتتعبني. بصوا بقى هنا كان تاني يوم الصبح زي ما بقول لكم كده، كنا احنا لسه نازلين على الشغل يعني. فلقيت صاحبتي بقى ايه يعني ايه اتاخرت شويه، فقلت هستغل كده معاكم الوقت واعمل طبعا ايه احط في السله دي اكياس الزباله قبل ما ولادي يجوا من الحضانه ويقعدوا يلعبوا بيهم بقى. ماشي. ايه اللي انا حطيته في الاول ده؟ اول حاجه حطيت بودره نمل. لو انت بيظهر عندك نمل في المكان حطي فيها بودره نمل، مش هتخلي يظهر عندك اي حاجه ولا بقى ولا صراصير ولا نمل ولا دبان ولا حاجات من دي. تاني حاجه علشان الريحه تبقى كويسه حطي اما تحطي بيكنج باودر، عارفين كيس البيكنج باودر بتاعنا بتاع المعجنات الكيك والحاجات دي، حطي برضو شويه، او تحطي كربونات. اما ده او ده مش هيخلي عندك ريحه خالص خالص خالص. آم، اعملوا كده وجربوا وقولوا قولي لي رايكم ان شاء الله انتوا لقيتوا ايه وحسيتوا ان في ريحه في المكان ولا لا. واصلا انت لو نظفت الحاجه دي او المكان ده او السله يعني او كده مش هتحسي بريحه خالص في المكان. بصوا بقى بتبقى سهله جدا، هنشيل الكيس كده نرميه وخلاص، مش هيبقى ايه يعني مش هتحتاجي ان انت كل مره تنضفي السله او تغسليها او كده، يعني كل فين وفين لما تبقي محتاجه ان انت تعملي كده. هنا بقى دخلت على سلة الهدوم. تعالى اوريكم بقى عندي جبل هدوم كده عايزه اغسل. ربنا يعيني واقسم بالله اكتر امرأة في العالم بتغسل هدوم انا. يعني كل فيديو اما في غسيل اما تطبيق هدوم او كده يعني، بس الحمد لله رب العالمين. اللي بيغير كتير وبيلبس هدوم كتير هو بيبقى عنده نفس النظام ده. تعالوا بقى نشوف الغدا بتاعنا ايه. عملنا اللهم صل على سيدنا محمد رز بالشعرية، وعملنا فراخ. دي اللي انتوا شايفينه ده كان فت، تمام، اللي هي الرقاق، واحنا بنحط عليه شوربة. والتاني ده اللي في الطبق ده بسلة.
تمام. وكان متبقي، كان عندنا من زمان شوربة لحمة، فاحنا لما بنعمل الرقاق، فت الرقاق ده بنعمله يعني لازم يبقى بشوربة لحمة زي ايام العيد كده. تمام. هو ده بقى برضو كان الغدا. شوفوا بقى ايه، هتحطوا لي لايك ولا الفيديو عجبكم ولا لا؟ فيديو خفيف ما فيهوش شغل كتير. ان شاء الله اكون فدتكم. ادعوا لامي بالرحمه والمغفره، وادعوا لاهل غزه وفلسطين، ربنا يرحم شهدائهم ويثبت اقدامهم وينصرهم نصرا عزيزا عاجلا غير اجل. ويصلوا على النبي واذكروا ربنا سبحانه وتعالى. ولحد ما اشوفكم في فيديو تاني، استودعكم الله، سلام عليكم.